بعد نهاية العالم اتجمع البشر اللي باقيين وعاشوا في منطقة متحوطة بسور اسمها الأراضي الوعرة، اعتقادا منهم إن باقي أجزاء الأرض خلاص ما بقتش تصلح للحياة. وجوه الأراضي الوعرة اتقسم البشر ل7 مجموعات، كل مجموعة بيحكمهم قائد بيلقبوه بالبارون، وعلشان ما تحصلش حروب البارونات قسموا الأراضي والثروات ما بينهم. وجوه منطقة واحد من البارونات في الأراضي الوعرة بنشوف شخص على موتوسيكل اسمه صني، وده بنعرف إنه خارج يتتبع أثر مجموعة من قطاع الطرق لأنهم دخلوا أرض البارون بتاعه وكمان قتلوا العبيد الخاصين بيه. وبعد كام دقيقة بينجح صني فعلا إنه يوصل لقطاع الطرق، ودول بيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني على الرغم من عددهم الكبير، الا ان الموضوع بيبقى سهل جدا بالنسبه له. وبعد ما خلص عليهم بيلاقي عملات ذهبيه خاصه بواحده من البارونات اسمها الارمله. المفاجاه انه لما بيفتح الصندوق اللي كان مع قطاع الطريق بيلاقي فيه ولد من العبيد لسه عايش، فبياخد الولد ده معاه على طول وبيرجع بيه للحصن. هناك بنعرف ان كل بارون عنده جيش اسمهم المقتصين، وصاني ده هو المشرف على الجيش الخاص بالبارون بتاعه، واللي لما بيقابله بنعرف ان البارون ده اسمه كوين، وده بيبدا يتكلم مع كل العبيد اللي هم خاطفينهم من كل مكان. بيقول انه هيدربهم لحد ما يبقوا من اقوى المقتصين في المنطقه، وبيضرب لهم مثال بصاني اللي جسمه مليان علامات ويعتبر اقوى مقتص، وبنفهم ان كل علامه مرسومه من دول بتمثل شخص هو قتله، واللي بنعرف انه لحد دلوقتي قتل حوالي 450 بامر من كوين. وبعد ما كوين خلص كلامه صاني بيقول له على اللي حصل، وبنعرف ان الولد اللي انقذه ده اسمه ام كي، وبينضم لهم ابن كوين اللي اسمه رايدر يتكلم معاهم. وده لما بيعرف ان الارمله هجمت اراضيهم بيتعصب، وبيقول لابوه انهم لازم يخرجوا يهاجموها ويقتلوها حالا. لكن صاني بيعارض كلامه وبينصح كوين بالعكس، لان في اتفاق سلام ما بين البارونات، وده بينص ان لو اي بارون هجم على بارون تاني كل البارونات لازم يدافعوا عنه. فبيقتنع كوين بكلام صاني وبيقول انهم لازم يفكروا الاول. اما ام كي بيبقى داخل لقاعه التدريب بما انه خلاص بقى من رجاله كوين. هناك بيجي واحد من اللي بيتدربوا معاه يرخم عليه ويسرق سلسلته، فبيتعصب ام كي وبينزل فوقه ضرب، لكن صاني بيتدخل وبيبعدهم هما الاثنين عن بعض. الغريبه انه لما بياخد السلسله من الولد اللي سرقها بيتفاجئ زي ما يكون شافها قبل كده، فبياخدها ويمشي، ورايدر بيبقى شايف كل اللي حصل. ولما بيرجع بيها صاني لاوضته بيفتكر شويه ذكريات وهو صغير، وبيطلع ان معاه بوصله فيها نفس العلامه اللي على سلسله ام كي. في اللحظه دي بيدخل رايدر وبيطلب منه يسلمه السلسله، وبما انه لاحظ انه اتفاجئ لما شافها بيساله اذا كان يعرف معناها، لكن صاني بينكر وبيخبي البوصله اللي معاه. في نفس الليله ام كي بيبقى رايح للحمام، هناك بيفاجئوا المتدرب اللي اتخانق معاه وبيهاجمه. اللي مش مفهوم ان ام كي اول ما بيتجرح عينيه بتتحول للون الاسود، وده مره واحده بيضرب المتدرب ده وبيتغلب عليه بكل سهوله. في اللحظه دي صاني بيبقى داخل للمكان بالصدفه وبيشوف قوته الغريبه، ولان ام كي اغمى عليه بعدها بياخدوا صاني لاوضته، ولما بيفوق بيسالوا عن قوته لانه اول مره يشوف حاجه زيها، وبيفهم ان ده اكيد السبب اللي خلى الارمله تاجر اشخاص يخطفوه. فبيقول له ام كي انه ما يعرفش اي حاجه عن قوته، كل اللي يعرفه انه من وهو صغير اول ما بيتجرح في قوه ظلاميه بتسيطر عليه. ولما بيوريه صاني البوصله بيقول له ام كي ان الرسمه دي تبقى وطنه اللي اسمه ازرا. هو اي نعم ما اتولدش هناك، لكن امه كانت بتحكي له عنه دايما، وبيطلب من صاني يديله السلسله اللي اخدها لانها اخر ذكرى سابتها له امه. لكن صاني بيعرفه ان رايدر ابن كوين اخدها منه، وبينبه عليه برضه انه لازم يخبي قوته، لان لو كوين عرف بقوته دي هيستغله ومستحيل هيقدر يخرج من هنا. لكن على الرغم من تنبيه صاني الا ان ام كي ما بيسمعش كلامه، لانه بعد ما بيسيبه على طول بنشوفه داخل لفيلة كوين وبيتسحب لاوضه ابنه رايدر. المشكله انه بعد ما لقى السلسله بيلاقي رايدر واقف وراه، وده بيهجم عليه يمسكه وبياخد منه السلسله تاني، وبتدخل عليهم مرات كوين وام رايدر اللي اسمها ليديا، واللي لما بتشوف السلسله بتتفاجئ برضه زي صاني. وبما ان ام كي حاول يسرقهم بيحبسوا رايدر علشان يعدموه الصبح، لكن بعد ما صاني عرف اللي حصل بيروح على طول لام كي، وده بيقرر يساعده لانه فكره بنفسه وهو صغير كان زيه وصل لهنا كعبد وكان معاه البوصله اللي عليها نفس الرسمه، علشان كده بيخرج سيفه وبيكسر السلاسل وبيحرره، وبياخده لفتحه نفق بيقول له انها هتخرجه بره الحصن، بس بينبه عليه انه لازم يبعد بسرعه على قد ما يقدر، لانهم اول ما هيكتشفوا انه هرب هيبداوا مطاردته. فبيسمع ام كي كلامه وبيهرب بسرعه، وخلال دقايق بيكون خارج من نهايه النفق بعيد عن الحصن. تاني يوم من هروبه بيوصل لمجموعه احجار عليها علامه فراشه، واضح كده ان دي بدايه منطقه خاصه ببارون تاني. وفجاه وهو مستخبي ورا شجره بتيجي بنت من وراه تمسكه، ودي لما بتعرف انه مش تبع اي بارون ما بترضاش تقتله، لا وكمان بتديله اكل، وبنعرف ان اسمها تيلدا. وخلال ما هما الاتنين بيتكلموا بيسمعوا صوت رجاله كوين بيقربوا، فبتاخدوا تيلدا معاها وبيدخلوا لمنطقه البارون اللي هي تبعه. ولما بيوصل صاني مع الجنود لحدود المنطقه دي بيوقفهم، ومن كلامه بنعرف ان دي حدود منطقه الارمله اللي عندهم مشاكل معاها، علشان كده صاني بيدي امر للجنود انهم يرجعوا، لان دخولهم لمنطقتها بالعدد ده من الجنود يعتبر اعلان للحرب. وجوه منطقه الارمله بنرجع لام كي مع تيلدا بعد ما انقذته. طبعا ام كي بيتصدم اول ما بيوصل لبيت البارون، لانه بيعرف انها الارمله اللي كانت مأجره اشخاص يخطفوه، حتى هي كمان لما بتشوفه بتشك ان هو الولد اللي كانت بتدور عليه. اما صاني بعد ما رجع للحصن بيلاقي كوين جاي يتكلم معاه، وده بيقول له انه هيخرج معاه حالا لانه رايح للدكتور. وبنعرف من كلامهم ان كوين عنده صداع مستمر بقاله فتره، ولما بيوصلوا لبيت الدكتور بتستقبلهم مراته اللي اسمها هنا. هناك بيدخل كوين لاوضه الدكتور اللي اسمه فيرنن يكشف عليه، وخلال ما هو مع الدكتور هنا بتتكلم مع صاني،
صاني، وبنفهم من كلامها ان صاني متجوز بنتها اللي اسمها فيل، بس ده طبعا من غير ما يعرف البارون لان المختصين ممنوع انهم يكونوا عيله. المشكله الاكبر كمان لصاني ان فيل حامل وكلها كام شهر وهتولد، وجوه الاوضه فيرنن بيكون عمل اشعه لدماغ كوين واللي منها بيعرفه ان عنده تورم جوه مخه، وبيصدمه لما بيقول له ان قبل السنه دي ما تعدي التورم هيكون اتسبب في موته، ولان فيرنن خايف منه بيوعده انه مش هيعرف اي حد. فبيخرج كوين وهو متعصب بعد ما عرف الخبر، وعلى الرغم من وعد فيرنن الا انه بيأمر صاني انه يقتله هو ومراته، بس لان صاني متجوز بنتهم ده بيكون اول امر يرفضه. ساعتها كوين بياخد منه السيف وبيدخل يخلص عليهم بنفسه، كل ده وصاني واقف مكانه ومش قادر يمنعه. وبعد ما كوين قتلهم بيخرج يحذر صاني من انه يرفض اي امر ثاني. وبنرجع لمنطقه الارمله وهي بتتكلم مع تيلدا، بتقول لها ان الولد اللي هي جابته ده عنده قوه ظلاميه رهيبه، قوه بتظهر بس لما يتجرح لانه مش بيقدر يتحكم فيها، علشان كده بتديها سلاح وبتكلفها انها تختبره، لانه لو طلع فعلا الولد اللي بيدوروا عليه هيساعدهم يكسبوا اي حرب يدخلوها. وعلى طول بيدخلوا هما الاثنين للبيت، والارمله بتجيب ام كي تتكلم معاه وبتقول له ان هو وتيلدا هيتدربوا مع بعض حالا. وبعد ما فضوا المكان بتبدا تيلدا تهاجمه، لكن قبل ما تجرحه ام كي بيطلب منها توقف اللي هي بتعمله، وبيقول لها تساعده يهرب لانه بيدور على وطنه وامه. ولان تيلدا متعاطفه معاه بتقرر انها تساعده، علشان كده بتجرح ايدها هي وبتحط دم على وشه وبتخليه يصرخ كانه اتجرح بحيث الارمله تشوفه. وفعلا بتنجح خطتها وبتتاكد الارمله ان مش هو ده الولد اللي بتدور عليه. في نفس الليله بيروح صاني يقابل فيل واللي بتبقى منهاره لانها عرفت بخبر موت ابوها وامها، فبيعتذر لها صاني وبيقول لها ان كوين اتجنن وهو اللي قتلهم بنفسه، وبيقول لها برضه انه بيعتقد ان كوين بيموت وابوها كان عارف سره، علشان كده قتله هو وامها قبل ما يقولوا لاي حد. وفي البيت عند الارمله بنشوفها بتتكلم مع واحد من جنودها، وده بتطلب منه ياخد ام كي معاهم بما انها خلاص ما بقتش محتاجاه. تاني يوم جوه الحصن كوين بيستدعي صاني وبيقول له هو وابنه رايدر ان جالهم معلومات عن مخزن من مخازن الارمله، وبما انها بتقتحم اراضيهم لازم يردوا عليها. فبينفذ صاني الاوامر وبيروح يستكشف المكان مع رايدر الاول، لكن لما بيدخلوا للمكان بيلاقوا الصناديق فاضيه تماما، وبيطلع ان المعلومات اللي جات لهم دي كانت فخ اصلا من الارمله واللي بتبقى ماليه المكان برجالتها علشان تخلص من ايد كوين اليمين وابنه مره واحده. وفعلا بيبداوا برايدر وبينجحوا انهم يشنقوه، بس على الرغم من عددهم الكبير الا انهم بيبقوا خايفين من صاني لانه معروف في الاراضي الوعره انه اقوى واخطر مقتص. وخلال ثواني بينجح صاني بمهارته انه يخلص على نصهم، وبيفضل مكمل قتل فيهم لحد ما بيوصل لرايدر وينقذه. ومن غير ما صاني ياخد باله بيجي قائد الجنود من وراه يخنقه، لكن فجاه بيجي حد من وراهم وبيخلص عليه، وبيطلع ان ام كي اللي جابوه معاهم هو اللي ساعد صاني، واللي بيطلب المساعده من صاني بعدها وبيقول له انه مش قادر يخرج من الاراضي الوعره لوحده. فبيقول له صاني انه ممكن يدربه ويخليه يقدر يعتمد على نفسه، بس بشرط انه ياخد معاه مراته فيل وهو بيهرب. فبيوافق ام كي وبيتفقوا هما الاثنين على كده. ولما بيرجع صاني للحصن رايدر بيبقى لسه مغمى عليه وحالته خطر، فبيعرف صاني كوين ان الارمله كانت عامله لهم كمين، وبيقول له برضه ان ام كي ساعدهم وهو السبب انهم يهربوا، علشان كده بيطلب منه ما يقتلوش ويخليه ينضم لرجالتهم. وبيستغرب كوين لان صاني اول مره يعرض ان ده يكون المتدرب الخاص بيه وخليفته بعد كده. وبعد ما حلف ام كي بالولاء لكوين بيوافق على طلب صاني، وبسبب اللي رجاله الارمله عملوه كوين بيجمع جيشه وبيبدا الحرب. من غير تفاهم بيدخل لمنطقه الارمله وبيدي امر بقتل كل اللي هناك، وعلى عكس اوامر صاني للمتدربين انهم ما يتدخلوش ام كي بيدخل لبيت الارمله وبيطلع انه داخل يدور على كتاب معين شافه بالصدفه على مكتبها، كتاب عليه نفس الرسمه اللي موجوده في السلسله بتاعته. وده بعد ما لقاه بياخده وبيخرج على بره بسرعه. في الوقت ده كوين بيكون وصل للارمله وبيحاول يقتلها، وبيبقى واضح جدا فرق القوه اللي ما بينهم وتفوق كوين عليها. بس لحسن حظ الارمله ان الصداع بيجي لكوين قبل ثانيه من قتلها، لكن قبل ما هي كمان تستغل الفرصه وتقتله بيوصل لهم صاني. ساعتها بتضطر الارمله انها تهرب لانها خسرت كل جنودها، وبسبب تعب كوين صاني بياخده وبيجمع كل الجنود وبيرجعوا للحصن. هناك ام كي بيوريه الكتاب وبيعرفه انه سرقه من على مكتب الارمله، بس ما قدرش يقرا فيه اي كلمه لانه بلغه ازرا القديمه. فبياخد منه صاني الكتاب وبيخبيه بسرعه قبل ما اي حد يشوفه، وعلى حسب اتفاقهم بياخده علشان يبدا تدريبه. اول حاجه بيخليه يقابل شخص على كرسي متحرك اسمه والدو، وده بنعرف انه كان المقتص الخاص بكوين قبل صاني، وهو نفسه اللي درب صاني قبل اصابته وخلاه يوصل لمستواه دلوقتي. وكاول اختبار لام كي بيطلب منه صاني انه يهاجم والدو، واللي على الرغم من اعاقته بيقدر انه يتغلب عليه بسهوله، ودي بتبقى زي نصيحه لام كي انه ما يقللش من خصمه مهما كان. في الناحيه الثانيه جوه منطقه كوين بنشوف واحده اسمها جيد داخله تتكلم مع فيل، وبيطلع ان جيد دي تبقى مرات كوين الثانيه، بس لان ليديا مراته الاولى فجيد ملهاش تحكم في اي حاجه، علشان كده جيد بتبقى عاوزه تكسب ثقه ليديا وتقرب منها، والطريقه لكده دلوقتي بتبقى هي انها تساعد في علاج رايدر. وبما ان فيل الدكتوره الوحيده عندهم حاليا بتطلب مساعدتها، ولان فيل تعرف جيد من زمان بتضطر انها توافق، فبتروح معاها على طول على الحصن وبتبدا انها تكشف على رايدر وتعالجه. وبعد دقايق بتنتهي فيل وبتنجح انها تخلي حالته تستقر، وبالصدفه بيشوفها كوين وبيدخل يتكلم معاها، بيشكرها انها عالجت ابنه وبيعزيها في موت اهلها، لا وبيوعدها انه هيوصل للي قتلهم وهيخلص عليه. وبيطلع انه عارف كمان انها متجوزه صاني من وراه، بس بيقول انه معدي الموضوع بمزاجه لان صاني دراعه اليمين.
في نفس الوقت بنشوف الأرملة مع تيلدا وكل اللي باقيين معاها بتبقى واخداهم لمخبأ جديد لحد ما تحط خطة ويشوفوا هيتحركوا ازاي. وبعد ما عرف صاني ان فيل بتعالج رايدر بيروح يقابلها وبيبقى واخد معاه ام كي علشان يقول لها على الخطة، لكن فيل وهي بتعالجه بتعرفه ان كوين عارف كل حاجة عنهم، معنى كده انهم لازم ياخدوا بالهم لانه مراقب كل تحركاتهم. وبعد ما خلصوا كلامهم صاني بيرجع للحصن، هناك كوين بيستدعيه وبيقول له ان جاله رسالة تحذير من باقي البارونات واللي شايفين ان هجومه على ارض الأرملة ضد الاتفاق اللي ما بينهم. وبيطلع ان كوين استغل الفرصة واستولى كمان على حقول البترول اللي في ارض الأرملة، وبسبب كل اللي عمله ده كوين بيبقى عارف انهم في المحاكمة هيحكموا عليه بالاعدام، علشان كده بيقول انه لازم يتحالف مع كام بارون يقفوا معاه، واقل بارون بيكرهوا فيهم هو بارون اسمه جيكوبي، وده بنعرف انه خلاص بعت له رسالة واتفق معاه انهم يتقابلوا. المشكلة ان ام كي بيبقى مصمم برضه انه يتصرف من نفسه، لانه على عكس اوامر صاني بيدخل يسرق الكتاب من اوضته، بعدها بيروح لعيادة فيل من نفس النفق اللي هرب منه اول مرة، بما انه عارف انها دكتورة ومتعلمة بيبقى عاوزها تقرا له الكتاب، لكن برضه فيل لما بتفتح الكتاب ما بتتعرفش على اللغة اللي فيه. الكارثة ان كوين بيدخل للمكان في نفس اللحظة، وده بيشكر فيل تاني مرة لان رايدر فاق واتحسن جدا. المشكلة انه بعد ما عرف انها دكتورة شاطرة بيقرر انها تبقى خاصة بيه، بيطلب منها تعالج الورم اللي في مخه زي معالجة ابنه، كل ده وام كي مستخبي وسامع كلامه، ولان فيل مضطرة بتوافق وبتروح معاه للحصن تكشف عليه، وعلى عكس كلام ابوها بتقول له ان في طريقة واحدة احتمال تجيب معاه نتيجة، والطريقة دي هي عشبة فيها مواد كيميائية ممكن تقلل الورم، ومع استخدامها لفترة مناسبة ممكن تخفي الورم تماما. بس على الرغم من كده واضح ان كوين قلقان منها ومش واثق في كلامها. تاني يوم بنشوف صاني واخد ام كي وخارج من الحصن، ودول لما بيبعدوا مسافة كويسة صاني بيقول له ان ده الجزء التاني من تدريبه، ومرة واحدة بيخرج سيفه وبيجرحه وبيقول له يحاول يتحكم في قوته ويسيطر على نفسه، لكن الصدمة ان ام كي بيضربه ضربة واحدة يطيره وبيخليه يغمى عليه، ولان استخدام القوة دي بيضعفه بيغمى عليه هو كمان. وبعد كام ساعة بيفوق صاني وبيلاقي ام كي مرمي على الارض جنبه، ولان التدريب فشل بيفوقوا علشان يرجعوا تاني للحصن. وفي مكان على حدود منطقة كوين بنشوف ابنه رايدر بيقابل اشخاص تبع بارون تاني، وبيطلع ان القائدة دي اسمها زايفر وهي الايد اليمين للبارون اللي اسمه جيكوبي. المفاجأة ان رايدر بيبقى جاي يتفق معاهم من ورا ابوه، بما ان ابوه بيسمع لصاني وبيثق فيه اكتر منه بيبقى عاوز يقتله ويبقى هو البارون. وجوه الحصن صاني لما بيرجع بيروح يتكلم مع والدو، بما ان الحرب بتقرب وبقى خايف على مراته اكتر وحاسس انه ممكن ما يلحقش يدرب ام كي بالشكل الكافي، علشان كده بيسأل والدو اذا كان في اي طريق يخرج بيه من الاراضي الوعرة، فبيقول له والدو ان كل الكلام عن الحياة بره الاراضي الوعرة مجرد اشاعات، لكن على الرغم من كده بيوافق انه يساعده، وبيقول له ان الوحيد اللي يقدر يخرجه بره الاراضي هو شخص بيقولوا عليه ملك النهر، وبيدي لصاني زي لعبة بلاستيك محتفظ بيها، ودي بتطلع تذكرة مهمة جدا من ملك النهر نفسه واللي كان اداها لوالدو قبل كده لانه انقذ حياته. وبما ان والدو مش ناوي يخرج من الاراضي الوعرة اساسا بيديها لصاني، وبيقول له ان دي هتوفر له مجرد مقابلة وهتخليه يقدر يتكلم مع ملك النهر، وهو عليه بقى بذكائه انه يتصرف معاه ويقنعه انه يهربه في واحدة من سفنه. وبعد ما خلصوا كلامهم صاني بيروح يجمع المتدربين، ودول بيختار منهم 6 علشان مقابلة جيكوبي، لكنه بيرفض انه يختار ام كي لانه لسه مش مستعد، وعلى طول بيخرج صاني مع الفريق اللي جمعه كحراسة لكوين، وكالعادة على عكس اوامر صاني بيلاقي ام كي مشي وراهم لمكان المقابلة، فبيقول له يراقب المكان من بعيد وبينبه عليه ما يتدخلش نهائي. بعدها بيكملوا طريقهم وبيروحوا يقابلوا زايفر، وبعد ما اتاكد الطرفين ان المكان امان كوين وجيكوبي بيتقابلوا، ولان كوين عاوز مساعدة جيكوبي بيعرض عليه نصيب من حقول البترول اللي استولى عليها، وفي المقابل بيطلب منه يقف معاه في التصويت اللي هيحصل في اجتماع البارونات. لكن فجأة وام كي بيراقب المكان بيلاقي تيلدا قدامه، فبيحذر الفريقين بسرعة لانها ناوية تتسبب في حرب ما بينهم، وبتنجح فعلا في كده لان السلاح اللي هي رمته من اسلحة جيكوبي وبيبدأ الاتنين يهاجموا بعض. اما ام كي بيطارد تيلدا وبيقدر انه يوقفها، ودي بيلومها وبيقول لها ان اللي هي عملته ده هيتسبب في حرب، فبتبدأ تيلدا تهاجمه وبترميه بواحدة من اسلحتها وهي بتجري، ولسوء الحظ انها بتجرحه وبتخلي قوة الظلام تسيطر عليه، فبيقوم ام كي هاجمها وهدفه كله انه يقتلها، بس لما بتنادي عليه تيلدا باسمه بيقف في اخر لحظة، غالبا بيفتكر انها ساعدته قبل كده وما بيرضاش يقتلها وبيرجع لطبيعته، وعلى ما بيوصل له صاني بيلاقيه مغمى عليه، فبترمي عليه تيلدا واحدة من اسلحتها وبتهرب، وعلشان صاني يوقف الحرب دي بيستغل السلاح اللي هي رمته، وده بيديه لزايفر علشان يثبت ان الارملة هي اللي ورا كل اللي بيحصل. ساعتها جيكوب بيقول لكوين يخلص منها نهائي، وبيوعده انه لو ده حصل هيقف معاه وهيقنع باقي البارونات بكده. وبعد ما الحرب دي انتهت بيرجع كوين مع رجالته اللي باقيين للحصن، لكن صاني بيلاحظ ان كل المزارعين والحراس اختفوا، الصدمة انهم بيلاقوهم مقتولين باسلحة الارملة، فبيفهموا انها استغلت خروجهم من الحصن وهجمت عليهم، بس على ما بيدخلوا للحصن ما بيلاقوش ولا اي جندي تبعها، وواحدة من اللي شغالين عند كوين بتحكي لهم اللي حصل، بتقول لهم ان الارملة والبنات اللي معاها قتلوا كل الجنود، وعرضت على المزارعين والعبيد حياة افضل لو انضموا لها، بتحاول يعني باي طريقة انها تدمر كوين. علشان كده كوين بيقول لصاني ان مهمته الوحيدة دلوقتي هي قتل الارملة. وجوه واحد من مخابئ جيكوبي رايدر بيبقى بيقابل
وبيقابل زايفر، واللي بيطلع انها انضمت للارمله هي كمان وشغاله لحسابها، ولان الارمله عارفه ان رايدر عاوز يخون ابوه بتعرض عليه انهم يتحالفوا. حتى زايفر بيطلع انها هتخون جيكوبي وهتاخد مكانه. من الاخر الارمله بتخطط لانقلاب علشان تخلص من كل اعدائها، وفي نفس الوقت تكون تحالفات وجيشها يكبر. واول حاجه بتطلبها من رايدر هي انه يدور على ولد لابس سلسله عليها رمز ازرق. طبعا رايدر اول ما بيشوف الرمز بيعرف على طول انه ام كي اللي بيدربه صاني. وعلى حدود الاراضي الوعره بنشوف صاني رايح يقابل ملك النهر، وبسبب القطعه اللي اداها له والدو بيقدر يقابله فعلا. وده بيقول له صاني انه عاوز مساعدته في الخروج من الاراضي الوعره، فبيوافق ملك النهر، لكن بيقول له ان هيبقى في مقابل. وبياخدوا الواحده من سفنه وبيقول له انها كانت بتنقل حوالي 30 عبد، بس لما السفينه وصلت للمينا اتصدموا ان في مجزره حصلت عليها. كل العبيد كانوا ميتين بطريقه وحشيه ما عدا واحده بس كانت بين الحياه والموت، ودي قدروا منها انهم يتعرفوا على السفاح اللي عمل المجزره دي قبل ما تموت هي كمان. الصدمه انه بيوريه صوره لام كي وبيقول له انه هو السفاح، علشان كده بيطلب منه يقتله ويجيب له راسه دليل انه قتله. ساعتها بس هيوفر له وسيله يخرج بيها هو واي حد معاه لاي مكان هو عاوزه. فبيرجع صاني للحصن وهو مش عارف يتصرف ازاي. حتى ام كي بيلاحظ انه متغير او بيفكر في حاجه، لكن صاني ما بيعرفوش بمقابلته لملك النهر وبيقول له يجهز، وده لان كوين امر انهم يخرجوا يدوروا على الارمله. في الوقت ده الارمله بتبقى بتجهز جيشها الجديد، بتتكلم مع كل العبيد اللي حررتهم من عند كوين والبارونات التانيين، وبتقول لهم ان في منطقتها مفيش حاجه اسمها عبيد، وانها بتحارب كل البارونات علشان تغير القوانين وتوفر لهم عالم احسن يعيشوا فيه. وعلشان تثبت لهم حسن نيتها بتقول لهم انهم احرار، يعني اللي عاوز ينضم لها يفضل واللي عاوز يمشي مش هتقتله. اما كوين جوه الحصن فيل بتبقى بدات علاجه، بتوصل له شويه محاليل خلطت فيها النبته اللي قالت له عليها. في اللحظه دي كوين بيقول لها انه عارف انها عاوزه تقتله، وبيطلع عارف اصلا ان صاني قال لها ان هو اللي قتل اهلها، بس لان فيل ما تقدرش تاذيه حاليا بتكمل علاجه، يمكن تيجي لها فرصه تانية قبل ما يهربوا وتقدر تقتله وقتها. وبعد ما رايدر اتفق مع الارمله بنشوفه رايح يقابل شخص في الغابه اسمه بنرس، ومن كلامه بنفهم ان الشخص ده يبقى جده ابو ليديا، وهو قائد زي مجموعه دينيه محايده ملهاش علاقه باي حرب. ولان رايدر عاوز يعرف سبب اهتمام الارمله بام كي بيوريه السلسله، وبيساله اذا كان يعرف اي حاجه عنها، فبيقول له بنرس ان العلامه دي علامه وطن اسمه ازرا. المفاجاه انه بيقول له ان قصه ازرا دي كلها قصه خياليه، والبارونات كانوا بيقولوها للاطفال اللي بيخطفوهم ويقنعوهم انهم من هناك، ويقنعوهم برضو انها اتدمرت وان ما بقاش ليهم مكان غير الاراضي الوعره، بحيث يقدروا يسيطروا عليهم وما يخلوهمش يهربوا. وبعد ما رايدر عرف اللي هو عايزه بيسيب المكان ويمشي، لكن بيطلع ان كل كلام بنرس عن ازرا كان كذب، لان بمجرد ما رايدر بيمشي بيقول لواحد من اتباعه يروح للدير ويبلغهم ان في شخص ظلامي في الحصن عند كوين. في نفس الليله جوه الغابه صاني بيبقى خارج مع ام كي وجنديين كمان، زي ما كوين امره بيبقى بيدور على اي اثر للارمله، وبيطلع ان تيلدا عرفت مكانهم وبتراقبهم، وبسبب اللي حصل في المفاوضات بتنادي على ام كي وهو في الحراسه. في الاول بتعتذر له وبتقول له انه لازم يخرج من الاراضي الوعره بسرعه، وبتعرفه ان الارمله مهتمه بيه جدا وبتحاول توصل له باي طريقه، بس لانها متعاطفه معاه ما قالت لهاش اي حاجه عن قوته. ومره واحده وهما بيتكلموا بيجي صاني من وراهم، وده بيضرب تيلدا وبيقدر يكتفها قبل ما تهرب، لكن من كلام ام كي بيعرف ان تيلدا كانت جايه تحذره، وبيفهم برضه ان ام كي غالبا معجب بيها لانه قدر يسيطر على قوته قبل كده بسببها ومرضيش يقتلها، بس لان الجنود اللي معاهم خلاص شافوها صاني ما بيقدرش يحررها. تاني يوم الصبح الارمله وهي ماشيه مع جنودها بيلاقوا سيف من جنود كوين، وصاني بيبقى سايب لها حته قماش من هدوم تيلدا علشان يعرفها انهم مسكوها، وفعلا بتنجح خطته وبتقرر الارمله انها تروح تنقذ تيلدا، وده لانها دراعها اليمين وبتعتبرها زي بنتها. في الوقت ده جوه الحصن جيد بتبقى داخله باكل لكوين، ومره واحده وهما بيتكلموا بتتعب وبتقع على الارض. اما في الحبس صاني بيبقى بيستعد علشان يعذب تيلدا على حسب اوامر كوين، لكن فجاه بتوصل الارمله وبتبدا تهاجمهم، وبما ان صاني مشغول معاها ام كي بيقرر يساعد تيلدا، بس للاسف بيجي المتدرب التاني من وراه وبيضربه، وده بعد ما خلاه يغمى عليه بيبدا يهاجم تيلدا هي كمان، وعلشان ام كي ما يحاولش يوقفه بيقفل عليه الزنزانه. بعدها بيضرب تيلدا وبيتغلب عليها وبيبقى على وشك انه يقتلها، ولان مفيش حل تاني قدام ام كي بيخرج سلاحه وبيجرح نفسه. الغريبه انه المره دي بيستخدم قوته بشكل مختلف وبيقتل المتدرب في اخر لحظه. طبعا الارمله لما بتشوفه بتتاكد ان هو الولد اللي بتدور عليه، ولانها مصابه تيلدا بتستغل الموقف وبتاخدها ويهربوا. اما صاني بيفضل مع ام كي لحد ما بتنتهي قوته وبيقع على الارض، وعلى ما بيخرج يجري ورا تيلدا والارمله بيكونوا هربوا. الكارثه الاكبر بقى ان كوين كان مستخبي معاهم في المكان وشاف كل اللي حصل. تاني يوم بنشوف صاني رايح يقابل ملك النهر مره تانية، وبيطلع انه قرر يستغل قتل ام كي للمتدرب التاني، واللي بيقدم راسه لملك النهر وبيقنعه ان هو ده الولد اللي كان بيدور عليه. وبما ان الاتنين تقريبا نفس السن وشكل الشعر ملك النهر بيصدقه وبيقول له يجهز النهارده لان في سفينه هتخرج من الاراضي الوعره. فبيروح صاني على طول بعد ما بيسيبه يعرف فيل، لكن فيل بتصدمه لما بتقول له انها دلوقتي بتعالج كوين ولازم تروح للحصن حالا وتفضل بالليل والا كوين هيأذيهم. لكن صاني بيقول لها تتجاهل كوين تماما، وهو هيجيب لها ام كي يفضل معاها يحرسها لحد ما يجي ميعاد هروبهم.
في الناحية التانية بنروح لواحد من رجالة بندرس، واللي بيبقى وصل للدير على حسب الأوامر علشان يوصل الرسالة. هناك بيقابل 3 رهبان شكلهم غريب، ودول بيعرفهم إن في شخص ظلامي جوه منطقة البارون كوين. وجوه الحصن بنرجع لليديا وهي بتعالج جيد، بما إنها ساعدت في علاج ابنها بترد لها هي كمان الجميل. لكن فجأة بيدخل لهم كوين وبيقول إن في حد سمم جيد، وبيخرج علبة من معاه تخص ليديا فيها نبتة سامة، وبيتهمها إن هي اللي سممتها علشان تخلص منها. وبناء على كده بيؤمر بطردها من الحصن تماما. غالبا جيد هي اللي مرتبة كل ده علشان تخلص من ليديا. بعدها بيروح كوين يتكلم مع ابنه رايدر عن اللي شافه في الحبس، فبيقول له رايدر ان الارمله دخلت لهم من الانفاق، والشخص الوحيد اللي معاه مفاتيح الانفاق دي هو صاني. ولان صاني خبى موضوع ام عن كوين بيبدا يشك فيه اكتر، علشان كده بيأمر رايدر بقفل كل مخارج الحصن، وبيخليه كمان يستدعي صاني علشان يقابله حالا. وبيتفاجئ صاني اول ما بيجي يتكلم معاه لانه بيلاقي الجنود بيحاصروه. طبعا صاني يقدر يخلص عليهم كلهم عادي، بس لانه هو اللي رباهم ودربهم ما بيبقاش عاوز يقتلهم، علشان كده بيسلم نفسه وبيسمح لهم انهم يسجنوه. وبعد ما كوين شاف قوه ام بيعامله بطريقه مختلفه وبيحاول يقرب منه. اما ليديا اللي انطردت من الحصن بتروح للمكان اللي فيه ابوها، ودي لما بتترجاه بيسمح لها انها ترجع لجماعته تاني، بس بشرط انها ما ترجعش لكوين ولا يبقى ليها اي علاقه بالبارونات. وبعد حبس صاني كوين بيجيب يتكلم معاه، وده بيقول له انه عارف كل حاجه عن قوته، وبيطلب منه ينضم له وهو هيخليه ايده اليمين واقوى مقتص في الاراضي الوعره. حتى انه بيوعده انهم لما يخلصوا على الارمله مش هيأذي تيلدا، بما انه شاف اللي حصل في الحبس يعني وعرف انه معجب بيها. فبيوافق انه ينضم له بس بشرط واحد، والشرط ده هو انه يحرر صاني ويسمح له يخرج من الاراضي الوعره مع فيل. فبيوافق كوين هو كمان وبيقول له انهم لازم يخرجوا يحتفلوا. المفاجاه ان رايدر بيطلع سمع كلامهم هما الاثنين، وده على طول بيروح يقابل زايفر وبيعرفها ان ابوها يخرج من الحصن الليله، وبيقول ان دي هتبقى انسب فرصه لقتله لان هيبقى معاه متدرب واحد بس. وبعد كام ساعه جوه السجن والدو اول ما بيعرف الاخبار بيروح لصاني، وخلال ثواني بيقتل الحارس اللي واقف على زنزانته، وبسرعه بياخد منه المفاتيح وبيحرر صاني. وده بيقول له يخرج من هنا يدور على مراته ويروح فورا لملك النهر. وبيطلع ان والدو عارف ان في خيانه هتحصل والامور هتتغير الليله. المفاجاه انه بيطلع كمان اتحالف مع الارمله لانه اقتنع بكلامها، وزي ما اتفق كوين مع بنشوفهم خارجين من الحصن لوحدهم. وفجاه اول ما بيوصلوا لواحده من الحانات بيلاقوا قدامهم جيكوبي ومعاه زايفر. الصدمه الاكبر بالنسبه لكوين ان ابنه رايدر بيكون معاهم، وبما ان كوين عارف قوه بيقرر يختبرها، علشان كده بيخرج سلاحه وبيجرحه قدامهم. وفعلا بيبدا يهاجمهم ويتغلب عليهم بكل سهوله. وعلى عكس نصيحه والدو بيجي صاني للمكان اللي قال له انه هيكون فيه الفخ، ومن غير تفاهم بيطعن كوين وبيسيبه على الارض غرقان في دمه. بعدها بيحاول باي طريقه يوقف لكن بيضربه وبيرميه على الارض. في اللحظه دي بيوصل للمكان ال3 رهبان اللي شفناهم قبل كده، ودول مره واحده بيهاجموا بحركات وقوه غريبه، وفي ثانيه بيكونوا مرجعينه لطبيعته ومسيطرين عليه. بس قبل ما ياخدوه ويمشوا صاني بيحاول يوقفهم. في الاول صاني نوعا ما بيبقى قادر انه يهزمهم هم ال3، لكن الكارثه ان ال3 رهبان بيطلع جواهم قوه ظلاميه زي بس على عكس بيقدروا انهم يتحكموا فيها، وللاسف بمساعده القوه دي بيهجموا على صاني وبيدمروه تماما. بعدها بياخدوا معاهم وما نعرفش لسه هم ناويين يعملوا ايه معاه. وبعد ما كل حاجه انتهت وفيل عرفت اللي بيحصل بتيجي للمكان، لكن الغريب انها ما بتلاقيش صاني، مجرد بتلاقي سيفه مكسور. الاغرب اننا بنشوف صاني تاني يوم على واحده من سفن ملك النهر، واللي بيطلع يكتشف ان صاني كذب عليه، علشان كده قرر يعاقبه ويبيعه لواحد من اللي بيجمعوا عبيد للمناجم. وفعلا زي ما ملك النهر قال له بيسلموا لتاجر عبيد. وبيعدي 6 شهور وبنشوف صاني متكتف مع اشخاص زيه ومتجهين ناحيه المناجم. اما المفاجاه اننا بنشوف بيتدرب مع اشخاص زيه برضه، اشخاص عندهم قوه ظلاميه وما بيقدروش يتحكموا فيها. وبيطلع ان الرهبان جابوه هنا علشان ينضم لهم ويتعلم السيطره على قوته. وبنعرف ان البنت اللي بيتدرب معاها دي اسمها ايفا. وبنرجع للمنجم وصاني بيصحى من النوم للشغل، وبنعرف ان كل واحد من العمال بيبقى مربوط في رجله عامل تاني، والعامل اللي مربوط مع صاني اسمه بادجي. وده اول حاجه صاني بيسالها له قبل ما يشتغلوا اذا كان يعرف اي طريق للهروب. وجوه المعبد بنشوف بيتسحب كعادته في المكان، بيبقى عاوز يعرف سر قوته والرهبان دول بيدربوه لايه بالظبط. وبالصدفه لما بيدخل لاوضه بيلاقي هناك بوصله زي اللي كانت مع صاني، وفجاه بتظهر واحده من جنبه بنعرف انها قائده الرهبان او المعلمه. ودي بيقعد يتكلم معاها لانه اول مره يقابلها، وبيقول لها انه لازم يخرج من هنا لان في اشخاص مستنيين مساعدته. بيبقى قصده على صاني ومراته فيل وكمان تيلدا، علشان كده بيطلب منها تعلمه يسيطر بسرعه على قوته. لكن المعلمه بترفض وبتخلي واحد من الرهبان يجي ياخده لاوضته. وبنروح للاراضي الوعره وبنعرف ان كل حاجه دلوقتي اتغيرت بعد موت كوين. ابنه رايدر مسك مكانه حسب الخطه، وزي تصرفات ابوه لغى اي اتفاق ليه مع الارمله. لا وكمان فضل مسيطر على حقول البترول الخاصه بيها. المفاجاه الاكبر ان جيد بتبقى مراته دلوقتي، وبيطلع ان كل اللي كانت بتعمله في الاول كان علشان تساعده في خطته. وخلال ما رايدر بيتكلم مع جنوده بنشوف تيلدا والارمله بيراقبوهم، ودول مره واحده بيهاجموا رايدر وبيفجروا المكان. وبتبدا الارمله بجنودها انها تسيطر على حقول البترول مره تانية. واضح انها خلال الفتره اللي فاتت كونت جيش اقوى
اقوى من الاول. ولان الحراس هربوا رايدر، الارمله بتطارد جيد، ودي لما بتوصل لها بتخلص على كل الحراس اللي معاها، بس بتسيبها هي عايشه وبتقول لها توصل رساله لرايدر، والرساله دي هي انه ما يقربش من حقول البترول تاني، ده لو مش عاوز يموت. وبنروح لصاني وهو لسه شغال في المنجم مع بادجي، ولانه سال عن طريق للهروب بادجي بيديله خريطه رسمها للمكان، بما انه هنا بقاله فتره كبيره بيبقى حافظ كل الاماكن، بس لان صاني رافض انه يهربه معاه بادجي بيتضايق، علشان كده بيقرر يخونه وبيروح يتكلم مع صاحب المنجم، وده بيقول له انه عارف شخص من العبيد عاوز يهرب، وبيعرض عليه انه في مقابل انه يقول له على اسمه يديله حريته ويخرجه من هنا. فبيوافق الشخص ده وبيعرف منه كل حاجه، وبسبب بادجي بينزل صاحب المنجم مع حراسه يدوروا على صاني، وبيطلع ان بادجي عرفه كمان ان صاني مقتص، علشان كده صاحب المنجم بيقول له يوقف شغل لان ليه مهمه تانية، والمهمه دي هي انه هيدخل في قتال مع اقوى واحد من حراسه. بس قبل ما نكمل مع صاني ونعرف اللي هيحصل بنروح لمكان تاني، والاول مره بعد فتره كبيره بنشوف فيل، واللي في نفس الوقت بيكون ميعاد ولاده ابنها. الصدمه بقى اننا بنشوف كوين قدامها لسه عايش وهو اللي واخد باله منها، بس لسه مش واضح هو نجا ازاي وايه اللي جمعهم مع بعض. وبنرجع لصاني وصاحب المنجم بيخليه يستعد للقتال اللي هيحصل، وبيتفاجئ بادجي لان الحراس بيكلبشوه تاني مع صاني، فبيفهم ان صاحب المنجم كذب عليه ومش هيحرره ولا حاجه، وبيبدا القتال وبيضطر صاني وبادجي انهم يساعدوا بعض. ووسط الفوضى دي صاني بيقرر يستغل الفرصه، بياخد بادجي معاه وبيجروا بسرعه ناحيه مخرج من اللي كان راسمهم على الخريطه، وبعد ما خلصوا على شويه من الحراس بيقدروا انهم يخرجوا من المنجم فعلا. في نفس الليله جوه المعبد بنشوف ام كي داخل مع المعلمه الاوضه شكلها غريب، وبيطلع ان الاوضه دي بينفذوا فيها طقوس خاصه بيهم. المعلمه بتخليه يغمى عليه بدخان نبته معينه، واللي المفروض بتساعده يقابل قوته الظلاميه في اي ذكرى جوه عقله، ومطلوب من ام كي انه يوصل لطريقه معينه يقدر بيها انه يسيطر عليها، وبكده يبقى يقدر يسيطر على قوته في العالم الحقيقي، وزي الرهبان يقدر يستخدمها وقت ما يحتاج من غير ما يجرح نفسه. بس لان ام كي اول مره يعمل الطقوس دي الموضوع بيبقى صعب، علشان كده ما بيقدرش يكمل وبيفوق تاني بسرعه، ولانه فشل المعلمه بتقول له انها مستحيل تسيبه يمشي قبل ما يسيطر على قوته. وجوه الغابه بنشوف مجموعه من الجنود داخلين لمخبأ قديم، وبيطلع ان المخبأ القديم المهجور ده هو المخبأ الجديد الخاص بكوين، واللي قدر انه يجمع فيه مجموعه كبيره من الجنود ولقاهم ليه، ودول بيدربهم وبيجهزهم علشان يرجع لمكانه تاني وسط البارونات. ولما بيدخل كوين يتكلم مع فيل بنفهم كل اللي حصل، وبيطلع ان فيل لما لقاته مصاب ليلتها عالجته، بما انها دكتوره ما قدرتش تسيبه يموت على الرغم من كل اللي هو عمله. وبنفهم من كلامهم برضه انهم لسه ما يعرفوش مصير صاني، وبنعرف ان فيل سمت ابنهم هنري زي ما هي وصاني كانوا متفقين. وفي مكان بعيد عن المناجم بنشوف صاني وهو بيحاول يكسر السلاسل، ولما بيعرف بادجي انه عاوز ينقذ مراته وابنه بيفك له السلاسل بكل سهوله، وكمان بيقول له انه هيساعده وهيعرفه الطريق للاراضي الوعره بما انه كان شغال في التجاره وعارف الطريق اللي هناك. وبعد ما الارمله جمعت جيشها من جديد بنعرف انها رجعت لمنطقتها. هناك بنشوف والدو اللي انضم لها بيتكلم معاها، وبيقول لها ان بسبب هجومها الاخير البارونات استدعوها للمحاكمه، وبيطلع انها كمان لسه بتسرق العبيد من عندهم، علشان كده والدو بيقول لها انهم غالبا هيحكموا عليها بالاعدام، مش بسبب هجومها الاخير، ده بسبب انها بتجمع العبيد عندها وبتخرب شغلهم. بس على الرغم من كده والدو بيقول لها تحضر الاجتماع وتحاول تقنع باقي البارونات بكلامها وانهم يقفوا معاها، وفي حاله انهم ما وافقوش يقتلوهم كلهم هناك مره واحده. واخيرا بيوصل صاني مع بادجي للسور واللي هو حدود الاراضي الوعره، واللي ما بيبقوش عارفين مين اللي بناه وبناه ليه بالظبط، وده بسبب الحراسه اللي عليه بيبقى مستحيل تقريبا انهم يعدوا منه. لكن بادجي بيقول برضه انه يعرف اشخاص ممكن يعدوهم. وبعد مشي كام ساعه بيوصلوا هما الاثنين لواحد من الجسور. هناك بيلاقوا قدامهم شخص واقف بسيف شكله غريب، وده مره واحده بيرمي السيف بمهاره عاليه ما بينهم وبيقتل شخص كان ماشي وراهم. ومن كلام الشخص ده بنعرف انه من اقدم المقتصين واسمه مون، وده بيبقى عارف ان صاني وبادجي عليهم مكافاه لانهم هربوا من المناجم، واللي بيطاردوهم دول كلهم عاوزين يقتلوهم علشان ياخدوا المكافاه، لكن من غير سبب مون بيساعدهم وبيخلص على الاشخاص اللي بيطاردوهم. بعدها كمان بيعرض على صاني انه ياخدهم لمخبأه قبل ما يوصل جنود اكتر، وعلى الرغم ان صاني مش مطمن له الا انه بيضطر يوافق. وفي المخبأ عند كوين بنعرف ان فيل لسه مستمره في علاجه، وعلشان يتاكدوا ان العلاج جايب نتيجه بتعمل له اشعه على دماغه، وعلى ما فيل تظهر النتيجه بيفضل كوين مع هنري، واللي واضح انه متعلق بيه جدا وبيعتبره زي ابنه. المشكله بقى ان فيل بتلاقي الورم لسه زي ما هو في الاشعه، وطبعا هي عايزه كوين يفضل حاسس انه محتاجها لعلاجه بحيث ما يقتلهاش، علشان كده بتبدل الاشعه الاصليه باشعه تانية واضح انه سليم فيها. ودي اول ما بيشوفها كوين بيفرح وبيقول انه حاسس فعلا بتحسن، وبكده بتنجح خطه فيل وبتقدر انها تكسب وقت اكتر لحد ما تشوفها تتصرف ازاي. ولما بيوصل صاني للمخبأ عند مون بيحلق وبيرجع شكله زي الاول، وبيتكلم مع مون وبيقول له انه عارف حكايته، عارف انه كان اقوى مقتص في الاراضي الوعره، لكن بدون سبب مشي من الاراضي الوعره ووقف اللي كان بيعمله. المفاجاه ان مون هو كمان بيبقى عارف صاني، وعارف انه اقوى مقتص حاليا
في الاراضي الوعره كلها، وتقريبا كده هو ده السبب الاساسي اللي خلاه يساعدهم. ولما بيبدا مون تدريبه بتبان اوشامه اللي بتدل على قوته الحقيقيه. تقريبا قوته ممكن تكون زي صاني او يمكن حتى اعلى منه، لان صاني عدد الاوشام اللي عنده حوالي 500 دلوقتي، اما مون عدد الاوشام على جسمه هم 999 علامه. حتى انه بعد ما ساب البارون ومشي من الاراضي الوعره ما بقاش يسجل اللي هو بيقتلهم، بيقول انه مستني شخص مميز يستحق الوشم رقم 1000 او حتى الشخص اللي يكون اقوى منه ويقتله. ساعتها صاني بيشك انه يقصده وان ده سبب مساعدته ليهم من الاول. وفي واحده من الليالي ام كي كالعاده بيبقى بيتسحب جوه المعبد، وبالصدفه بيشوف الرهبان بيخرجوا واحد من اللي كانوا بيتدربوا معاه من صندوق، وبيطلع ان المتدرب ده حاول يهرب من المكان وهم مسكوه. الصدمه انهم بيحطوه على جهاز شكله غريب، ومن كلامهم بنفهم ان الجهاز ده بيدخله في سبات للابد. معنى كده ان المتدرب اللي ما بيقدرش يتحكم في قوته بيخلصوا منه. تاني يوم بعد ما صاني سمع كلام مون بيصحي بادجي، وده بيقول له انهم لازم يهربوا من هنا حالا لانهم في خطر. لكن الصدمه انه هم خارجين من الباب بيلاقوا مون واقف قدامهم، وده من غير تفاهم بيهاجم صاني وبيجبره انه يهاجمه هو كمان. والاول مره بنشوف صاني بيقاتل شخص تقريبا نفس مستواه، لكن في الاخر بيقدر صاني برضه انه يتغلب عليه. بس على الرغم من كده بيرفض انه يقتله وبيسيبه ويمشي، فبيتعصب مون وبياخد سلاحه هو علشان يقتله. لكن بادجي بيتدخل وبيلحقه في اخر لحظه وبيطير ايد مون. بعدها بياخد سيفه المميز ده كمان وبيسيبوه غرقان في دمه وبيمشوا. وبيجي وقت اجتماع البارونات وبنشوف الارمله ووالدو داخلين لمنطقه رايدر، والاول مره من بدايه المسلسل بنشوف باقي البارونات السبعه، ودول الارمله بتتكلم مع واحده فيهم اسمها تشاو، بتحاول تقنعها بافكارها وانها تقف معاها في التصويت. لكن بسبب سرقه الارمله للعبيد تشاو بترفض تماما. وبيجي والدو يتكلم مع الارمله بعد ما اتكلم مع كل البارونات، بيقول لها ان البارون حسان وروهاز شايفين ان رايدر اتخطى الحدود، بس برضه مش هيقفوا معاها بسبب موضوع العبيد. اما البارون رودمر ولقوا الرايدر وهيقف معاه. معنى كده ان الارمله بنسبه كبيره هتخسر التصويت وهيحكموا عليها بالاعدام. وبيبدا الاجتماع وبيتكلم البارونات علشان يحددوا حكمهم، ودول بتقول لهم الارمله ان حقول البترول كانت بتاعتها في الاساس، وهي استردت حقها عادي من غير ما تطلب مساعدتهم. اما العبيد بتضطر تقول انها مش هتخطفهم تاني، وكمان مش هتسمح لاي عبد تبعهم انه يستخبى في الاراضي بتاعتها بعد كده. بس على الرغم من كل كلامها رايدر مش بيوافق، وبيقوم يقول لكل البارونات على خطتها اللي كانت ناويه تعملها وتسبب حرب ما بينهم. علشان كده بيقترح انهم يسحبوا منها اللقب ويحكموا عليها بالاعدام. وزي ما توقع والدو كلهم فعلا بيوافقوا على كلام رايدر. المفاجاه اننا بنشوف واحد من اللي شغالين عند رايدر بيقتل واحد من الحراس، بعدها بينزل يفتح نفق تحت الارض وبينادي على جنود اكتر، وبيطلع ان الجند ده جاسوس تبع كوين، واللي كان عارف بالاجتماع وقرر يستغل الفرصه ويهاجم البارونات كلهم مره واحده. في الوقت ده جوه المخبأ عند كوين فيل بتقرر تستغل الفرصه، بما ان فاضل معاها واحد بس من حراس كوين الهروب هيبقى سهل، وده من غير ما ياخد باله بتحط له مخدر في الميه. وبعد ثواني لما بيشرب الميه دي بيحس ان في حاجه غريبه، وعلى طول اول ما بيغمى عليه فيل بتروح تجيب ابنها علشان تهرب. بس للاسف لما بتوصل لباب المخبأ بتلاقيه مقفول تماما، فبتحط ابنها على الارض وبتحاول انها تكسر القفل. لكن فجاه الحارس بيفوق وبيجي من وراها وبيحاول يوقفها، فبتضربه فيل بما انه مش في وعيه قوي وبتاخد منه المفاتيح وبتحاول تفتح القفل. لكن برضه الحارس بيهاجمها وبيحاول يوقفها مره تانية، والمره دي بتقدر فيل انها تضربه وتخلص عليه. المشكله انها لما بتيجي تفتح القفل بتلاقي المفتاح اتكسر جواه، وبكده تكون اتحبست وكمان سببت لنفسها مشكله. وبنرجع تاني للبارونات وهم بيهددوا الارمله بالقتل، وفجاه كل واحد فيهم بيخرج سلاحه وبيستعد للمجزره اللي هتحصل. بس المفاجاه بالنسبه لهم انهم بيلاقوا جنود حواليهم في كل مكان، والصدمه الاكبر لما بيلاقوا كوين داخل للمكان وبيعرفوا ان الجنود دي كلها تبعه. طبعا رايدر ما بيبقاش قادر يقف حتى من الرعب بسبب اللي هو عمله، لدرجه انه بيسيب المكان كله وبيهرب من غير اي حرب. في اللحظه دي كوين بيدي امر لجنوده بقتل كل اللي في المكان، وبيسيبهم هو وبيروح يطارد ابنه علشان ينتقم منه. وبتبدا الفوضى وكل الجنود والبارونات بيقتلوا في بعض، وبتوصل تيلدا برضه للمكان حسب الخطه وبتساعد الارمله ووالدو، وبتنتهي المجزره دي بهروب البارونات اللي لسه فاضلين عايشين واللي منهم تشاو. وبيوصل كوين لابنه اللي ما بيبقاش لحق انه يهرب، وعقابا ليه على خيانته كوين بيخلص عليه وبيسيبه مكانه ويمشي. في الناحيه التانيه بنشوف صاني وبادجي وهم بيقربوا من سور الاراضي الوعره، واللي قبله بيبقى في منطقه عامله زي سوق سودا. هناك بادجي بيقول لصاني انه يعرف شخص شغال هنا اسمه ناز، وده اللي المفروض هيساعدهم ويوفر لهم طريقه يعدوا بيها من السور. ولما بيوصلوا الناس ده بيلاقوه بقى حاكم المنطقه كلها، وزي ما بادجي قال بيطلع صاحبه ويعرفه فعلا، وفي مقابل انه يساعدهم بيعرضوا عليه السيف اللي خدوه من مون. ولان ناز عارف قصه السيف ده وعارف مين صاحبه بيوافق على طول. لا وقبل ما يمشوا كمان بيعزمهم على اكل وبيقعدوا يتكلموا، وبالصدفه بيقول لهم ناز ان الافضل انهم ما يرجعوش دلوقتي للاراضي الوعره، وبيعرفهم ان البارونات كلهم بيستعدوا حاليا للحرب اللي هتحصل، وده لان كوين ظهر في اجتماع ليهم وهاجمهم وقتل شويه منهم. طبعا صاني بيستغرب لانه المفروض قتل كوين بنفسه، فبيقول له ناز ان كل اللي يعرفه ان في دكتوره شاطره جدا معاه وهي اللي انقذته. ساعتها بيفهم صاني ان الدكتوره دي تبقى هي مراته فيل، وعند المعبد ام كي بيبقى لسه مستمر في تدريباته. لكن مع وقت رجوع المتدربين للمعبد ايفا بتلاحظ انه اختفى، وبيطلع ان ام كي قرر يهرب بعد اللي شاف الرهبان بيعملوه. وبعد قتل كوين لرايدر جيد بتستدعي
بتستدعي ليديا، ودي بتعرفها ان جوزها كوين لسه عايش وكمان قتل ابنهم. غالبا جيت جايباها تتحالف معاها لان عدوهم دلوقتي واحد. كوين في الوقت ده بيبقى رجع للمخبأ وعرف اللي فيل عملته، علشان كده خلى واحد من حراسه يكتفها ويحقق معاها. وبيطلع كمان ان الحارس بتاعه ده اكتشف انها كانت بتكذب عليه لانه بالصدفه لقى الاشعه اللي فيها الورم وهو بيدور في الاوضه. بس على الرغم من كده كوين بيبقى مديهم امر ان مفيش اي حد يقتلها، فبيهددها الحارس ده وبيقول لها ان دي اخر فرصه ليها علشان تبدا علاج كوين بجد. وزي ما ناس وعد بادجي بيدلهم على طريق معين يدخلوا منه للاراضي الوعره، لا وكمان بيديهم عربيه يستخدموها بدل ما يمشوا لهناك. بس قبل ما يمشوا صاني بيتضايق لما بيشوف طريقه معاملته للعبيد اللي عنده، ولما بيطعن واحده منهم قدام بنتها بيفتكر مراته وابنه، علشان كده بيطلب من الناس يسلمها له هي وبنتها وياخدهم معاه للاراضي الوعره. لكن الناس بيرفض وبيهددوا انه لو ما مشيش حالا هيقتله. ساعتها صاني بيتعصب اكتر وبيبدا يهاجمه هو ورجالته، ووسط الفوضى بادجي بياخد المصابه دي للعربيه. بعدها بيخبط ناس على دماغه وبيخليه يغمى عليه، وعلى طول بياخد البنت ومفاتيح العربيه علشان يهربوا، وبيرجع لصاني سيف مون علشان يدافع بيه عن نفسه. واخيرا بيركبوا العربيه كلهم وبيتجهوا ناحيه الاراضي الوعره. وجوه الغابه بنشوف ليديا مع عدد كبير من جنود ابنها رايدر، وبيطلع انها اتحالفت مع جيت فعلا وجايين يهاجموا كوين في مخبأه. لكن فجاه اول ما بيدخل الجنود للمكان بيحصل انفجار كبير جدا، وبيطلع ان ده مش مخبأ كوين الاساسي ومجرد بيستخدمه كفخ. وبسبب صوت الانفجار كوين بيستدعي جنوده علشان يخرجوا على بره، بس لما بيجي يبص على فيل وابنها هنري بيلاقيهم اختفوا. وبيطلع ان فيل استغلت الانفجار والفوضى دي وقدرت تهرب المره دي. وبعد ما الجنود اللي مع ليديا كلهم اتدمروا بيجي كوين ورجالته يخلصوا على اللي لسه عايش. لكن لما بيجي كوين عند ليديا بيقرر ما يقتلهاش. اما صاني واللي معاه بيبقوا وصلوا المكان قبل الاراضي الوعره. هناك بيلاقوا دكتور عجوز بيطلبوا منه يعالج المصابه اللي معاهم، وبما انهم وصلوها هي وبنتها المكان امان بيستريحوا علشان يكملوا طريقهم. وجوه منطقه الارمله بيبقى لسه بيجي لهم عربيات من العبيد الهربانين، وبالصدفه بيطلع ان فيل ركبت في واحده من العربيات لهنا. ودي لما بتشوفها تيلدا بتتعرف عليها، بما انها كانت بتساعد ام كي بتقرر تساعدها هي كمان. ولما بتسالها عن صاني وام كي بتقول لها فيل انها ما تعرفش اي حاجه عنهم. ولما تيلدا بتعرف انها هربانه من كوين بتاخدها علشان تتكلم مع والدو والارمله، ودول الاتنين بيوعدوها بالحمايه وانهم هيحافظوا على هنري. حتى ان تيلدا بتعرض عليها تساعدها وتدور لها على صاني، بس في المقابل بتطلب منها تعرفها مكان مخبأ كوين بالظبط. فبتوافق فيل لان ده افضل حل بالنسبه لها حاليا. في نفس الوقت ام كي بيبقى لسه مكمل هروب وبياكل اي حاجه من الغابه، لكن فجاه بيجي شخص من وراه يمسكه ويهاجمه. الغريب ان على الرغم من ان ام كي اتجرح الا ان قوته ما بتسيطرش عليه. واضح ان دخوله لذكرياته كتير مع المعلمه اثر على قوته. ولحسن حظه ان ايفا بتوصل في اخر لحظه وبتخلص على الشخص ده قبل ما يقتله. وبيطلع انها تتبعت ام كي علشان تساعده وتحذره، ودي بتقول له انهم لازم يتحركوا حالا لان الرهبان معاهم آلة بتتتبع اي حد عنده قوه ظلاميه. وفي المكان اللي فيه صاني وبادجي بيلاحظ بادجي وصول عربيه للمكان، فبيدخل يحذر صاني وهو مرعوب وبيقول له انهم لازم يهربوا من هنا حالا. وبيطلع ان العربيه دي فيها 3 من الرهبان مع الاجهزه بتاعتهم. الغريب ان الآلة بتبقى بتدل ان في واحد من اللي عندهم قوه ظلاميه قريب منهم. الاغرب انهم لما بيدخلوا يدوروا في المكان العلامه بتختفي فجاه، وبعد ما بيمشوا بنشوف بادجي وهو بيخرج من تحت الميه. معنى كده ان بادجي كان مستخبي لان عنده قوه ظلاميه، واكيد قدام هنعرف تفاصيل اكتر عنه وعن قوته. ولان صاني شافه وهو بيستخبى بيخرج يتكلم معاه وبيساله هم مين دول وليه كان بيستخبى منهم. فبيكذب بادجي وبيقول له انهم مجرد رهبان عنده مشاكل معاهم. طبعا صاني بيبقى عاوز يعرف عنهم اكتر لان هم اللي خطفوا ام كي، وبما انه شافهم بيقول انه لازم ينقذ ام كي قبل ما يعدي من السور. لكن بادجي بيرفض وبيقول له انه مستحيل يقرب منهم تاني. ساعتها صاني بياخد منه مفاتيح العربيه وكل واحد منهم بيروح في طريقه. وفي المخبأ عند كوين حد بيضرب سهم جنب حراسه في رساله من الارمله، فبياخدوا الرساله لكوين واللي بيبقى فيها الارمله طالبه انها تقابله. وبعد ما هرب ام كي وايفا من الغابه بنشوفهم مستخبيين جوه بيت مهجور. ومن كلام ام كي بيطلع عارف السبب اللي خلى قوته تختفي، والسبب ده هو انه لما دخل لواحده من ذكرياته شاف امه واكتشف ان هو اللي قتلها لما اتجرح بالغلط وسيطرت عليه قوته. في نفس الليله كوين بيروح يقابل الارمله في منطقتها زي ما طلبت، وعلى عكس المتوقع الارمله بتعرض عليه التحالف. بما ان البارونات كلهم صوتوا ضدها بتبقى عاوزه تقتلهم، وبتقول له انهم بعد ما يخلصوا عليهم ممكن يقسموا الاراضي ما بينهم، او حتى لو حابب ممكن يكملوا حرب ويحاولوا انهم يقتلوا بعض. فبيوافق كوين لكن بيطلب منها انه يتكلم معاها على انفراد. وبعد ما كل الحراس مشيوا بيقول لها انه عاوز فيل وهنري. بما انها عرفت مكان مخبأه بيبقى متاكد ان فيل هي اللي عرفتها. طبعا انها تسلمه فيل ده بيبقى ضد مبادئها اللي بتقولها لكل الجنود اللي عندها، لكن كوين بيقول ان الشرط ده اساسي علشان يتحالفوا، وبيديها مهله تفكر وبيسيب المكان ويمشي. وللاسف بيوصل الرهبان بسبب الآلة اللي معاهم لام كي وايفا. المفاجاه ان صاني هو كمان بيوصل لام كي قبلهم، وبيطلع انه فضل ماشي ورا الرهبان لحد ما وصل لهنا. بس قبل ما يهربوا من المكان بيشوفهم الرهبان وبيبداوا يهاجموهم، وزي المره اللي فاتت ال3 رهبان بيحاصروهم وبيفعلوا قوتهم. ساعتها الموضوع بيبقى صعب او مستحيل جدا
بالنسبه لهم، وللاسف الرهبان بيتجمعوا على ايفا وبيقدروا انهم يخلصوا عليها، لكن قبل ما تموت بتقدر انها تستغل قوتها وتخلص على واحده منهم. ومره واحده بيدخل بادجي بالعربيه للمكان، بعد ما كان رافض انه يقابل الرهبان بيقرر انه يساعد صاني. المفاجاه بقى اننا بنفهم من كلامه انه كان واحد من الرهبان دول من زمان جدا، وده بيبدا يهاجم القائد بتاعهم وبتظهر قوته الحقيقيه، وبمجرد لمسات من صوابعه بيقدر انه يشيله. ساعتها صاني بيستغل الفرصه دي وبيخلص عليه تماما، لكن برضه الراهب ده قبل ما يموت بيعمل حركات غريبه على صاني. وجوه منطقه الارمله بنشوفها بتتكلم مع فيل، ودي بتعتذر لها وبتقول انها كانت مضطره توافق على التحالف، وبيطلع انها وافقت على شرط كوين وهتسلموا فيل وهنري زي ما هو عايز. وبنرجع لصاني بعد ما قدروا انهم يخلصوا على 3 رهبان، لكن فجاه وهو بيتكلم مع ام كي بيتعب وبيقع على الارض مغمى عليه. غالبا الحركات اللي عملها الراهب قبل ما يموت هي السبب، وعلى الرغم من محاولات ام كي وبادجي انهم يفوقوه الا انه بيفضل زي ما هو. وبالصدفه بيلاحظ بادجي 5 علامات على صدره، ساعتها بيفهم ان قائد الرهبان هو السبب، وبيقول لام كي انه استخدم عليه تقنيه اسمها ال5 سموم، وسبب تسميتها بالاسم ده لانها مميته وبتشتغل زي السم. كل علامه فيهم بتاثر على جزء معين من الجسم وبتدمره. والمشكله انه بيقول ان صاني قدامه اقل من 24 ساعه قبل ما يموت، فبيتكلم ام كي مع بادجي وبيقول انهم لازم ينقذوه، وبما ان الرهبان هم اللي عملوا فيه كده فاكيد عندهم الحل. وبيقول ان في اوضه المعلمه اللي كان بيدخلها كان في مخطوطات كتير جدا، فممكن في اي مخطوطه منهم يلاقوا حل ويقدروا انهم ينقذوه. وعلى الرغم من خطوره الخطه دي الا ان ما بيبقاش في حل تاني قدامهم، علشان كده بادجي بيوافق وعلى طول بينقلوا صاني للعربيه. وخلال ما هم في الطريق ام كي بيسال بادجي عن حياته قبل كده وايه السبب اللي خلاه يهرب من الدير، فبيقول له بادجي انه ساب الدير بسبب بنته صغيره كان بيدربها، بنت على الرغم من حجمها الصغير الا انها كانت قويه جدا، وللاسف حصل حاجه في مهمه ليهم وهم بينقذوا العبيد خلتها تتعصب، وقبل ما يلحق انه يهديها بتجرح نفسها وبتعمل مجزره، قتلت كل العبيد وقطاع الطرق ما سابتش اي حد. علشان كده بعد ما رجعوا للدير المعلمه استخدمت الجهاز عليها وخلتها تنام للابد، زي ما ام كي شاف الرهبان بيعملوا في واحد من اصحابه. واخيرا بعد كام ساعه بيوصلوا هما الاثنين للدير. هناك بادجي بيقول ان في مدخل سري قديم ممكن يدخلوا منه، وفعلا بينجحوا انهم يدخلوا للدير ويوصلوا لاوضه المعلمه. وفي الاوضه دي بادجي بالصدفه بيشوف البوصله اللي عليها علامه ازرق، اما ام كي بيلاقي شنطه جواها شويه ابر، فبيقول له بادجي ان الابر دي هي اللي هتنقذ صاني. وبعد ما لقى مخطوطه ازاي يستخدموها بيجهزوا علشان يخرجوا تاني، وبنلاحظ ان وهم خارجين البوصله مش في مكانها، معنى كده ان بادجي اخدها ولسه مخبي حاجه ما نعرفهاش. وبعد ما خرجوا من الدير بادجي بيبدا يستخدم الابر على صاني، ومع استخدامه لاخر ابره بيفوق صاني اخيرا بعد ما كان على وشك انه يموت. وبعد ما انقذوه بيرجعوه للعربيه علشان يرتاح شويه. وخلال الوقت ده ام كي بيتكلم مع بادجي وبيشكره انه ساعده، وبما انه لاحظ اهتمامه بالمتدربه اللي كانت عنده بيكمل كلام عنها. ومن كلام بادجي بيطلع انه حررها اصلا، استخدم تقنيه معينه ضحى فيها بقوته وخلاها تصحى تاني، بس لما صحيت كانت قوتها هي كمان اختفت تماما، علشان كده قرر يهرب من الدير وعرف ان هي كمان قدرت تهرب. وبعد تحالف الأرملة وكوين بيبدأوا هجومهم على باقي البارونات، وأول واحد بيبدأوا بيه هو البارون حسان، وده بتقدر الأرملة بعد ما خلصت على كل حراسه إنها تخلص عليه هو كمان. وأخيرا بعد معاناة بيوصل صاني مع إنكي وبادجي للسور. هناك بادجي كعادته بيحاول يوفر لهم طريقة يعدوا بيها، وفعلا بينجح في كده بعد ما دفع رشوة لواحدة مسيطرة على المنطقة. وعلى طول بيركبوا هم ال3 أتوبيس بيعدي من واحد من أنفاق السور، لكن للأسف الموضوع مش بيكمل برضه، لأن فجأة بيطلع عليهم جنود يوقفوهم تبع البارونة اللي اسمها تشاو، وبيطلع إن اللي بادجي دفع لها الرشوة شغالة معاهم، بتسلم الركاب دول كعبيد وبتاخد مقابل على كل واحد فيهم. ولان صاني واللي معاه رافضين يخرجوا بيبدا الجنود يهاجموهم، وبسبب اعداد الجنود الكبيره بيضطر صاني واللي معاه انهم يستسلموا. وفي المخبأ عند كوين بنشوف الارمله داخله تقابله، هناك هما الاثنين بيوروا بعض ادله على قتلهم للبارونات. وخلال ما هما بيتكلموا تلدا بتتصدم لما بتشوف فين في المخبأ مع ليديا. وبنرجع لصاني واللي معاه بعد ما دخلوا فعلا للاراضي الوعره زي ما هم عاوزين. هم اي نعم جوه الاراضي الوعره بس جوه سجون تشاو. هناك صاني بينادى على واحد من الحراس وبيقول له انه عاوز يقابل البارونه بتاعته، وعلشان يخلي تشاو توافق انها تقابله بيوريه الاوشام اللي على جسمه. ساعتها فعلا بيخرجوه من الزنزانه وبيودوه يقابل تشاو. هناك قبل ما يقابلها صاني بيسرق دبوس من مكتبتها، ولما بتيجي تشاو تقابله بتعرف انه كان المقتص الخاص بكوين. وبما ان صاني عارف ان في حرب حاليا بيقول لها ان عنده عرض، والعرض ده هو انه يساعدها تقضي على الارمله وكوين، ده في مقابل انها تحرره هو والمتدرب الخاص بيه. فبتوافق تشاو وبيرجع صاني للحبس معاها شخصيا. هناك بيحرر ام كي وبياخده معاه زي ما اتفقوا، اما بادجي بيرمي له الدبوس اللي هو سرقه في جيبه من غير ما حد يلاحظ، حتى ان بادجي نفسه ما بيلاحظش وبيفكر ان صاني اتخلى عنه. لكن بالصدفه وهو بيتكلم مع نفسه بعد ما صاني مشي بيلاقي الدبوس، فبيفهم ان صاني ما اتخلاش عنه وهو اللي سابه له علشان يهرب. وبالفعل بيقدر بادجي بمهارته يستخدمه ويحرر نفسه، وخلال دقايق بيكون خارج لبره وسارق موتوسيكل. ولما بيشوف صاني وام كي في عربيه بيتتبعهم للمكان اللي
هم رايحين له. وبعد شويه بتوصل العربيات لواحد من مخازن تشاو. هناك فجاه بتظهر الارمله ومعاها تيلدا والبنات وبيبداوا يهاجموهم، لكن ساني بيجي من ورا الارمله وبيبقى على وشك انه يقتلها. فبتقول له الارمله انه لو قتلها مستحيل يعرف مكان مراته وابنه، وبتعرض عليه انه لو وقف معاها هتوصله ليهم وتساعده. طبعا ساني بيوافق على طول وبيساعدها انها تخلص من جنود تشاو. وبيوصل بادجي برضه للمكان لكنه بيرفض انه يتدخل. وبعد ما قتلوا كل الجنود الارمله بتقول لساني ان فيل عند كوين، فبيخرج ساني معاها علشان تعرفوا مكانهم بالظبط. وخلال ثواني بعد اللي حصل بيوصل خبر ظهور ساني في الاراضي الوعره لمخبأ كوين. طبعا ليديا بتفرح لان هو الوحيد اللي يقدر يغير الامور حاليا، وعلشان تطمن فيل بتروح تعرفها الخبر هي كمان. وبنشوف ساني رجع مع الارمله لمنطقتها. هناك بتعرفه بمكان مخبأ كوين بالظبط في الغابه، وبيحطوا خطه هما الاثنين علشان يهاجموه ويقضوا عليه للابد. بس لان ساني عارف انها مهتمه بام كي بيقول لها انه خلاص مش هتقدر تستفيد منه، وبيعرفها انه فقد قوته وما بقتش تسيطر عليه نهائي. بيقول لها كده بحيث تفقد اهتمامها بيه وما تحاولش تستغله. وفجاه قدام بيت الارمله بيظهر واحد من جنود كوين وبيمسك رهينه، فبتجري الارمله على بره تشوف اللي بيحصل وبيحاصروا جنودها. لكن مره واحده من غير سبب الجندي ده بيقتل الرهينه، وبيقول انه جاي لهنا برساله مخصوص من كوين لساني. بيقول له ان تحالفه مع الارمله مش هيجيب له غير الموت ليه هو ومراته وابنه. لا وبيعرفوا كمان ان الارمله اللي هو متحالف معاها دي هي اللي سلمت فيل اصلا لكوين، ومجرد بتستغله دلوقتي علشان تسيطر على الاراضي الوعره. وقبل ما يقول اي حاجه تانية الارمله بتضربه بواحد من اسلحتها، لكن بيطلع ان الجندي ده مفخخ نفسه، وبناء على اوامر كوين بيفجر المكان بكل الجنود اللي حواليه. ولان الارمله عارفه ان ساني هيتقلب ضدها بتحاول تخلص منه، لكن ساني بيقدر يهرب منها وبيخرج على بره. في اللحظه دي بيوصل بادجي وبيساعده، ولان ساني لازم يتحرك بيطلب منه يدور على ام كي ويحميه، وبيتفق مع انهم يتقابلوا في مكان معين بعد ما كل واحد يخلص مهمته. وزي ما ساني طلب من بادجي بيدور على ام كي وبيلاقيه وبيتكلم معاه. بس الغريبه انه بيقول له ان ساني طلب منهم يسرقوا كتاب ازرق قبل ما يمشوا. الاغرب اننا بنفهم من كلامه ان المتدربه بتاعته اللي كان بيتكلم عنها بتطلع هي الارمله. وبيعرف ام كي انه سرق البوصله من الدير، وبيقول له ان البوصله والكتاب بيشتغلوا مع بعض والمفروض انهم يدلوهم على ازرق. فبيوافق ام كي انه يساعده وبيقول له انه يعرف مكان الكتاب. المشكله ان واحده من بنات الارمله بتبقى في المكان وسمعت كل كلامهم، علشان كده لما بيروحوا يدوروا على الكتاب بيلاقوا الارمله مستنياهم، ودي بتحاصرهم بجنودها وبتقبض عليهم هما الاثنين. وبسبب اللي حصل ده تيلدا بتيجي وهي متعصبه تتكلم مع الارمله، بتقول لها انها سكتت على اللي حصل مع فيل على الرغم انه غلط، لكن حبسها الام كي علشان تستغله مش هتسمح لها انه يعدي. وعلى طول بتبدا تهاجمها فعلا لانها ما بقتش تثق فيها. بس للاسف قوه الارمله بتبقى اعلى من قوتها بمراحل، ودي بتقدر في الاخر انها تتغلب على تيلدا وبتخليها يغمى عليها. ساني في الوقت ده بيبقى وصل لحصن كوين القديم واللي بيبقى فاضي تماما وجيد هربت منه. هناك بيجهز نفسه وبياخد الموتوسيكل وبيتجه على مخبأ كوين، اما كوين بيبقى بيجهز جيشه ومستنيه يوصل. وده بيقطع كلامه مع الجنود ليديا، بتقول لهم ان القائد بتاعهم مرضه خلاه ما بقاش قادر يفكر ومصيرهم كلهم هيبقى الموت لو ما سابوش المكان وهربوا حالا. لكن كوين بيبقى مدرب جنوده كويس ولائهم بالكامل بيبقى ليه، وبسبب كلامها ده كوين بيقرر ان دي تكون نهايتها. بيأمر 2 من الجنود ياخدوها للغابه علشان يقتلوها، وبالفعل جنوده بيخلوا ليديا تحفر قبرها بنفسها. لكن لحسن حظها ان ساني بيوصل في الوقت المناسب، وده قبل ما الجندي يقتلها بيخلص عليه هو بكل سهوله. بعدها بيتكلم مع ليديا وبيعرف كل حاجه عن مخبأ كوين، وبيعرف منها ان فيل سمت ابنهم هنري زي ما كانوا متفقين، فبيديها ساني خنجر علشان تحمي نفسها وهي خارجه من الغابه، وهو بيكمل طريقه للمخبأ علشان ينقذ عيلته. وفي الحبس عند الارمله بنشوف تيلدا وبادجي محبوسين جنب بعض، وفجاه بيدخل عليهم واحده اسمها اوديسا صاحبه تيلدا، نفس اللي سمعت كلام بادجي وام كي وبلغت عنهم، علشان كده بتبقى جايه تصلح غلطتها وبتحرر تيلدا وبادجي، وبتعرفهم ان ام كي دلوقتي مع الارمله بتحاول تاثر عليه. فبيقول بادجي انهم حتى لو خرجوا من هنا مش هيقدروا يوقفوها، وان الوحيد اللي يقدر يوقف الارمله هو ساني. فبتحرروا تيلدا علشان يروح يساعدوا ويرجعوا تاني هما الاثنين لهنا. وبنرجع لساني اللي بيبقى وصل اخيرا لمخبأ كوين. هناك بيتصدم لما بيلاقي كوين واقف وشايل ابنه هنري، وعلشان كوين يوقفه بيبقى عامل له فخ، بيفجر مجموعه متفجرات جنبه وبيخلي المكان ينهار فوقه. ولان كوين فاكره مات بيسيبه وبيدخل تاني للمخبأ، لكن بادجي بيوصل بعدها بدقايق وبيخرج ساني عايش من تحت الاحجار، واللي بيبقى مجرد مصاب بشويه كدمات. وبيعرفوا بادجي انه ما قدرش يهرب ام كي وجاي يساعده علشان ينقذ عيلته ويرجعوا ينقذوه بعدها. فبيدخلوا للمخبأ هما الاثنين وبيبداوا يخلصوا على رجاله كوين واحد ورا التاني، واخيرا بيوصل لفيل اللي بتبقى محبوسه جوه اوضه، ودول لما بيظهر حارس وراهم بيجي بادجي يضربه، وبيقول لساني ياخد فيل ويروح يدور على ابنه، اما هو بيفضل مع قائد الحرس، وده بيقدر بالفعل يضربه ويخلص عليه. لكن للاسف بادجي بيتصاب من غير ما ياخد باله اصابه خطيره في جنبه، فبيقعد على كرسي في المكان وواضح كده انه بيموت. في اللحظه دي ساني بيكون وصل لكوين وابنه، وبيطلع ان كوين اتجنن ومفخخ المكان بالكامل، ولانه مش هيقدر يهرب بيفجر المكان كله. لكن لحسن الحظ ان مفيش حد فيهم بيتصاب. ساعتها بيبدا ساني يهاجم كوين وبيحاول يقتله،
تقتله، فبتستغل فيل الفرصه دي وبتروح تاخد ابنها. وعلى الرغم من مرض كوين الا ان قوته بتبقى رهيبه برضه، بيقدر يطعن صاني وبيضربه وكمان بيوقف فيل قبل ما تهرب. لكن صاني في اخر لحظه بيفوق وبيرشق فيه سيف مون وبيقوم يكمل قتال معاه لحد ما بيطعنه مره تانية. وبما ان صاني فاكره خلاص مات بيروح لفيل وبيشوف ابنه لاول مره. وقبل ما يخرجوا من المكان صاني بيروح يدور على بادجي، بس اللي مش مفهوم انه بيلاقيه اختفى تماما. فبيفكروا صاني هرب وبياخد فيل وابنه علشان يخرجوا. لكن الكارثه ان كوين بيبقى لسه عايش وبيقوم يمسك فيل وبيهدد صاني وبيقول له اما ياخد فيل او ياخد هنري. ساعتها فيل هي اللي بتطعن نفسها بحيث تخلص على كوين هو كمان، وللاسف بتموت فيل وبتضحي بنفسها علشان تنقذهم. فبيودعها صاني وبياخدها يدفنها في الغابه. المفاجاه اننا بنشوف بادجي لسه عايش وداخل لمكان غريب على حدود الاراضي الوعره. هناك بنلاقيه بيخرج البوصله والكتاب من معاه وبيشغل شويه اجهزه حواليه زي ما يكون بيحاول يتواصل مع حد. وقبل ما يغمى عليه بادجي بيفضل يكرر كلمه ازرا. وللاسف دي بتكون نهايه الموسم الاول والثاني، واكيد في الموسم الثالث هنفهم اكتر عن الوطن اللي اسمه ازرا وهنعرف ايه اللي بادجي كان بيحاول يعمله بالظبط. وهنشوف برضه صاني هيتصرف ازاي مع الارمله بما انها كانت سبب اساسي في موت مراته. فلو حابين نكمل الموسم الثالث ونعرف اللي هيحصل في الاراضي الوعره سيبوا لنا رايكم في التعليقات. وبس كده، دي كانت نهايه فيديو النهارده. ما تنسوش تسيبوا لنا لايك ويا رب يكون عجبكم.